السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد النصر، بمناسبة عيد 6 أكتوبر. كل عام وأنتم بخير. هنحيي الأهلي بقى عشان احنا ما طلعناش بقالنا يومين، كان النت فيه مشكلة. هنبدأ بقى بالإيه؟ بالأهلي. ألف مبروك للنادي الأهلي لوصوله للنهائي في كاس مصر. الأهلي غلب إنبي 3 ووصل للدور النهائي. طبعا الزمالك في الدور اللي قبل ده لعب هو والاهلي مع بعض. الدور ده حطوا الزمالك في شهر 11، قالوا له على ما تجمد شويه وربنا يعينك ايه وتقوم من الكبوه اللي انت فيها، يعني بنحاول نأجل لك اهوت ونركن لك مطوشه عشان العالم الجهل اللي بيقولك الاهلي بيتأجل له مطوشه والاهلي بيتعمل. الزمالك اهو مفروض الاهلي لعب الدور قبل النهائي، كان الزمالك لعب مع بيراميدز الدور قبل النهائي وكان اتحدد ماتش النهائي، لكن هم راحوا لاعبين ماتش الاهلي وانبي عشان بس كانوا عشمانين ان انبي يغلب الاهلي عشان ايه نشوف مين اللي هيروح كاس السوبر. فالزمالك مش مهم، نركنه لهم شويه. الحمد لله الاهلي كسب ووصل للنهائي، والناس عماله تفحر عايزين يجيبوا الزمالك كاس السوبر. يا جماعه ما الموضوع ده اتقطع وخلص، واتحاد الكوره ورئيس اللجنه المنظمه اللي هو عامر حسين طلع قال لك الزمالك بره لانه بيتعاقب على ايه؟ لسه هو الزمالك اصلا لو لعب بيراميدز واتغلب هيبقى بره كاس مصر، هيبقى اتعاقب على ايه؟ هو كان هيخش بقى كاس السوبر الجديد ده اللي هم كانوا عاملينه اصلا للزمالك تفصيل ان هو يخش تالت دوري. طبعا تالت دوري الاهلي قال لهم انا اي بطولات جديده مش هلعب فيها، والزمالك بيتعاقب. راحوا عشان كده قال لك ايه؟ جت من ابو ظبي اصلا من فوق، قالوا لهم احنا عايزين الاهلي ومعاه اي حد. يعني بيقولوا لابو ظبي احنا لو جبنا الزمالك الاهلي مش هيجي. قال لهم انا ما يشغلنيش لا الزمالك ولا غيره، انا اللي يهمني الاهلي اللي يجي ويجي معاه اي حد. فهي لو كانت تستحمل طبيخ هنا وبتاع كانوا طبخوا وعملوا وسووا واكلوا وعملوا الكلام ده، لكن هي جت من ابو ظبي من فوق قال لهم احنا من غير الاهلي مش هنعمل البطوله اصلا. فالاتحاد طبعا شهر افلاسه، كان عايز يحط الاهلي والزمالك وبيراميدز عشان يجي له قرشين وبتاع، وفي نفس الوقت يبقى عمل واجب مع الزمالك، بس الاهلي جاب له من الاخر معايا. فكده الزمالك بره كاس السوبر اصلا. نروح بقى للمشكله الاكبر للاهلي بتاعه ريف فيتوريا واتحاد الكره الفاشل بتاعنا معايا عشان تعرفوا. بس بصوا بقى قائمه ايه؟ قائمه المنتخب في ماتش مازيمبي والجزائر. التشكيله هيبقى محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد ابو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، احمد فتوح، علي جبر، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، احمد سامي، طارق حامد، مروان عطيه، امام عاشور، احمد سيد زيزو، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، حسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي. 7 من الاهلي، 7 من اللعيبه المحليين من الاهلي. حط عليهم بقى بيرسي تاو جنوب افريقيا هيبعت له، ديانج مالي هتبعت له دي ولا البلد اللي هو فيها دي؟ مالي. معلول تونس هتبعت له، فاهمني؟ فهتلاقي 99% من فريق الاهلي لحد يوم 18
بره الاهلي، والاهلي رايح يلعب في بطوله هتبدا يوم 20 في تنزانيا في استاد السلام في مازيمبي، هيلاعب مازيمبي. ادي يا جماعه الاجندات اللي هي مش عارفين بقى بتتحط للاهلي. اصل مش صدفه، مش على طول صدفه، مش على طول صدفه، ومش على طول يتحط 7 من الاهلي لما يبقى الاهلي عنده مطوشه مهمه والسبعه اصلا مش هيلعبوا. فاهم يا عم حازم يا امام؟ السبعه مش هيلعبوا. فهو ده اللي بيتعمل للاهلي واللي بيتحط للاهلي، ومحدش يقدر يتكلم. تيجي تتكلم يقول لك المنتخب اولا، هو احنا قلنا المنتخب ثانيا؟ المنتخب ما يتحطش في ارقام اصلا، المنتخب ده في حته والباقي كله في حته، كله يخدم على المنتخب. بس لازم نراعي الانديه اللي هي بتلعب في البطولات دي. يعني لو اتقدمت يومين كان هيجرى ايه؟ كان الماتش الاخراني بقى يوم 16 مثلا، هيجرى ايه؟ واحنا مش مانعين اللعيبه تشترك، بس مثلا الماتش الاخراني يبقى يوم 15، ايه اللي هيجرى يعني؟ واللعيبه تلحق تروح؟ ده كده اللعيبه هتاخد التمرينه اللي هي قبل المباراه اللي هي يوم 19، لان على ما يروحوا هيبقى يوم 18 اخر النهار، هياخدوا التمرينه اللي هي يوم 19 وشكرا. فالراجل كولر بقى هيعمل ايه كده؟ ادي يا جماعه الاهلي والاجنده اللي بتتحط الدوليه والاتحاد بتاعنا. نروح بقى للكابتن خالد الغندور ابليس الاعلام. بعد ماتش الاهلي غلب انبي 3 وضيع يجي 20 جون. ماشي، مش عارف الناس دي الدنيا عندهم حرقان واكلان كده. انا بنصحه يستعمل كيناكومبي، يستعمل اي حاجه مرطبه كده عشان الحرقان اللي عنده ده يهدى شويه. ورا الماتش على طول جون موديست، هو شايط الكوره انفرد وحط الكوره بره، والمدافع بتاع انبي هو اللي حط الكوره جون. ده شريف احسن منه 100 مره. يا عم انت مالك؟ مش هنقول لك انت مال ايه زي رئيس النادي بتاعكم ما كان بيقول. انت مالك؟ ما تخليك في خيبتك وخليك في فريقك الموقوس زيك وخليك في حالك. انت مالك؟ تطلع تتكلم على الاهلي ليه وتطلع تتكلم على موديست ليه؟ ما تخليك في حالك يا عم بهلول. انت مالك؟ موديست احسن ولا شريف احسن ولا ده احسن؟ انت يخصك في ايه؟ برضو كان بيتكلم على برنامج اللعبة الوسخة بتاعته ده، فمستضيف لي طارق السيد. هم شكل بعض، الله اكبر عليهم يعني. ايه يا طروق؟ ايه يا غندور؟ ايه يا بهلول؟ ايه اخبار فتوح؟ قال له يا باشا فتوح 3 سنين في الزمالك، يعني فتوح مش ماضي للاهلي؟ قال له لا يا باشا على مسؤوليتي، ماضي 3 سنين في الزمالك وبعد الانتخابات هيعلنوا. قال له يعني مضى؟ قال له يا باشا اعتبره مضى. طارق السيد بيقول له اعتبره مضى. فبيبعتوا لهم رسائل على الواتساب بتاع، راح واحد باعت له قال له بطلوا كذب وتضليل بقى، زملكاوي، قال له بطلوا كذب وتضليل وتطبيل. برضه هو طارق السيد طلع معاك قال نفس الكلام ده على امام عاشور، وامام عاشور في الاهلي دلوقتي وخارب الدنيا في الاهلي. قال له انا ماليش دعوه على الهوا بقى، انا ماليش دعوه، ده كلام طارق السيد، ده طارق السيد هو اللي بيقول. وراح طالع كاتب على الفيسبوك طارق السيد بيقول فتوح 3 سنين يعني حتى انتوا ما عندكوش مصداقيه لبعض، انتوا بتوع كلام وحواديت، كله بتوع هبد ورزع بس. لا فتوح مضى ولا هيمضي. ايه طارق السيد ده ابوه الروحي يعني طارق السيد اللي هيقبضه فلوس عمال دفع له 20,000 جنيه وهو شبل، دفع له مش عارف 20 ايه. طب دفع له 20,000 جنيه وهو لسه في الاشبال. هل هو دلوقتي لما يبقى مثلا معروض له 20 مليون ولا بتاع، طارق السيد هيدفعهم له يقول له لا خليك في الزمالك انا هدفع لك؟ خليك في الزمالك اللي ما بيديش اللعيبه فلوسها وانا هدفع لك؟ يا جماعه قولوا كلام الناس تصدقوا الزملكاويه قبل الاهلاويه. بطلوا كذب وتطبيل. زي ما بيطلعوا زيزو احسن لاعب في مصر، ماشي زيزو لاعب محترم ولاعب كويس بس مش احسن لاعب في مصر.
من وجهة نظركم احسن لاعب، خلاص تمام. بس انا عارف من وجهة نظركم احسن لاعب في ايه. احسن لاعب في مصر وفي الزمالك من ناحية الاجر. يعني زيزو بياخد له 50 مليون جنيه في السنة، مفيش واحد لعيب في مصر بياخدهم، يبقى احسن لاعب في مصر. لكن عد لي انتاج بطولات، بيلعب في المنتخب كام ماتش، جاب كام جون، حصل على كام بطولة افريقيا، حصل على كام بطولة افريقيا في الزمالك، حصل على كام بطولة قارية، حصل على كام دوري، حصل على كام كاس، هتلاقي درجاته ما تدخلوش زراعة حتى. فيا جماعة قولوا كلام الناس ايه تصدقوا، والناس توقع عليكم فيكم، ما يقعدوش يقولوا عليكم هبيدة ورزيعة زي الاستاذ احمد سليمان طالع يقول لك هو الزمالك اتشال ليه؟ هو الزمالك اتشال ليه من السوبر اصلا؟ هنقول له يا استاذ احمد سليمان اقرا اللائحه، اقرا اللائحه وانت تعرف الزمالك اتشال ليه من السوبر. الراجل بيقول لك ان الزمالك مفروض يلعب، ده راجل لسه بره الصندوق في الانتخابات، يعني لسه ما بقاش عضو رسمي ولا حاجه، وبيقول لك لا الزمالك مفروض يلعب. لما بيسالوه الزمالك هتجيبوا بن شرقي ولا لا، قال لك لا انا ما اتكلمش، انا بن شرقي انا اتكلم في ايه، انا لسه راجل ما بقتش جوه الاداره عشان اتكلم. اشمعنى في دي ما انت بره والتانيه انت جوه الزمالك لازم يلعب؟ ما تكيلوش بمكيالين يا جماعه وانتوا لسه على الباب. ها الله يكون في عون الزمالك والزملكاويه من الناس اللي بتديروا كاعلام وكادارات. شكرا يا جماعه، وبعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه اشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد وحصري. بعد اذنكم لايك يا جماعه عشان الاشعارات توصل للناس. سلام عليكم.